اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم حبيباتي العذرات الزينات، إن شاء الله نصيبكم بخير في هذا الفيديو. اليوم جيتكم فيديو عبارة على حلوى تشارك العريان. هذه الوصفة بزاف شابة وقديمة، مازلنا نديروها في أعيادنا، في مناسباتنا، في أفراحنا. درتها لكم باش تحتفظوا بها لشهر رمضان، ديروها في العيد. تجي بزاف شابة وطرية وخفيفة. نبداو الوصفة تاعنا على بركة الله. مقادير الوصفة هي: عندي 250 غرام زبدة بحرارة المطبخ، 7 مغارف تاع زيت ولا ربع كاس، 4 مغارف تاع مزهر، 4 مغارف تاع حليب، كاس ماشي مملوء تاع سكر كلاصي، ولا حبيتيها حلوة عمري الكاس تاعك حتى للفوق. الفارينة حسب ما تتطلب لك الوصفة. عندي الخمارة الحلوى نصف الكمية 5 غرام، مع حبة بيض، مع الفانيلا، وقرصة تاع ملح لتعديل المذاق. في إناء ديري الزبدة تاعك، فرغيها، ضيفي لها السوائل اللي هي الزيت، 4 كاس أو 7 مغارف تاع زيت يكونوا مملوئين، 4 مغارف تاع حليب، 4 مغارف تاع مزهر، وخلطيهم بالباتور مليح حتى يدخل السوائل في الزبدة. بعد ما يتخلطوا لك مليح، ضيفي لهم سكر كلاصي، وقعدي تخلطي حتى السكر يذوب. تقدري تستعملي الفوي، ما تستعمليش الباتر. بعد ما دخلت لي سكر كلاصي في الزبدة، ضفت لها الفانيلا مع قرصة تاع الملح مع حبة تاع بيض. أنا هنا درت حبة كبيرة تاع بيض، وإلا بيضك صغير ديري 2 حبات تاع بيض، وخلطي مليح البيض مع الزبدة والمواد باش يدخلوا في بعضها. بعد ما يدخلوا المواد في بعضهم مليح، جيبي هنايا صفاية ولا صيار وصيري الفارينة تاعك. أنا هنا درت 4 كيسان جاوني في مقدار تاع 250 غرام تاع الزبدة، جاوني 4 كيسان تاع فارينة. هنا الكاس الثاني، وصيريها باش الفارينة تتهوى وتجيك لاباط، تجيك شابة وتجيك خفيفة. ضفت 5 غرام تاع خمارة الحلوى، خلطتهم بالفوي. وتحبي تستعملي يدك، من الأحسن ديري يدك. هنا ضفت الكاس الثالث، كي تكوني تطمي في العجينة اللي تكون في الفوق، هبطيها لتحت، المكونات هبطيهم باش كامل يتخلطوا لك. هنا هاني كملت الكاس الرابع، وعمرت الكاس الخامس بصح ما ضفتوش خاطرش جاوني 4 سوا. ما ديريها يابسة، ما ديريها خفيفة، ديريها معتدلة باش تجيك كي طيب لك الحلوى تاعك تجيك طرية، ما تجيكش يابسة وما تجيكش ولا درتيها ماشي طرية بزاف طيح لك، تهبط لك، تجيك الحبة ماشي شابة. لازم ديريها سوا.
هنا لايمت الفرينة تاعي، ما تعجنيهاش، لايميها ودخلي الفرينة في المواد مليح، طميها. هنا هاني طميتها، شوفوا كيفاه جات ما شاء الله، جات ما يابسة ما طرية، جات هايلة لاباط تاع شراك العريان. هنا جبت الميزان، درت فيها 30 غرام، وزنيهم باش تجيك الشراك تاعك يجيك كيف كيف. وهذا الكمية اللي درتها لكم 250 غرام تاع زبدة، قطعت لي 27 حبة تاع الشراك. وإلا كانت عندك سبة وتحبي ديري 50 حبة، ديري رطل ونص يجوك سوا سوا. هنايا كملت وزنتهم كامل وغطيتهم بابي فيم وخليتهم يريحوا مدة 10 دقايق ولا 6 دقايق هكذاك. أنايا ما حسبتش، حطيتهم على جانب ورحت خدمت لافاغس تاع الشراك. مقادير الوصفة تاع الحشو تاعنا: عندي 3 كيسان تاع كاوكاو ولا لوز ولا جوز، وش عندك. عندي كاس تاع سكر، وعندي الفانيلا باش الكاوكاو ما يجي تبدل اللون تاعو. تقدري ديري اللوز. ودرت مغرف تاع سمن باش يجيني لافاغس يجيني طري ما يجينيش يابس. والمزهر باش نخلطو الحشو. هنا راني درت 3 كيسان تاع كاوكاو اللي حمصتهم في الكوشة وطحنتهم، ضفت لهم كاس تاع السكر والفانيلا باش تعطي الحشو تاعي ريحة شابة، وضفت مغرفة صغيرة تاع قرفة كذلك تعطي للحشو تاعنا، تعطي له ذوق الشباب. وديري المزهر. هنا راني نسيت السمن، حتى باش تفكرتو درت ما درتش بزاف تاع مزهر. كي تفكرتو رحت ذوبت السمن وضفته للحشو تاعي باش ما يجينيش يابس الحشو، يجيني طري يجيني شباب. كي تاكلي الحبة تاع تشارك تحسي بمذاق الشباب. وخلطي كامل المكونات حتى تولي لك عجينة. خلطيها مليح، استعملي يدك باش السكر يذوب. وإلا لقيتي المزهر يخص ضيفي بالتدريج، ماشي تجريه بزاف، لازم يكون مليح. هنا راني ضبط المزهر وقعدت نلايم فيه مليح باش نقدر نديرو حربوش. هنايا هاو راني كملتو، جبت الميزان تاعي ووزنته 12 غرام باش كي تاكلي الحبة تاع التشارك تحسي بلي كاين كاوكاو ولا لوز. تقدري ديري 10 غرام، انا درت 12. وهذا الكمية اللي عطيتها لكم تاع 3 كيسان تاع الكاوكاو جاتني سوا سوا على حساب الكمية اللي تاع العجينة. هنا راني كملت كامل الكمية تاعي وزنتها وحطيتها على جانب. هنا بديت نخدم. جبت الكويرات التاوعي اللي كنت خليتهم ريحوا. درت الفارينة باش ما يلصقوليش على طاولة العمل. عندي حلال صغير، حليهم، حلي بالوحدة وديري الحشو تاعك داخل الحبة
تضغطي كي ديري الحشوة تضغطي في الجوانب وفي الوسط. في الوسط خليها شوية خشينة، وفي الأطراف ديريها شوية رقيقة باش تجيك كحبة الشارك، تجيك في الأطراف تجيك رقيقة، وفي الوسط تجيك شوية خشينة. وتضغطي مليح باش ما تنفتحلكش الحبة كي طيبيها. بعد ما تضغطي مليح أعطي لها شكل هلال. وإلا ما حبيتش تطول لك مليح، جيبي غلاق تاع قرعة تاع ماء سعيدة وديري بيها الشكل تاعك باش تاخذ الشكل الدائري. ويجوك كيف كيف الحبات. انا زدت درت معاكم حبة اخرى كيما قلت لكم، ديروا الفارينة باش ما تلصق لكمش، وفتحي الحبة تاعك تاع تشارك، فتحيها بالحلال، ولا ما عندكش حلال فتحيها بيدك، بصح بالحلال احسن. الجوانب هكا عطي لها الشكل هكا، زيريهم في الجوانب، وديري الحشو تاعك. ضغطي ديري الحشو وضغطي مليح، زيريها، دوري الحبة تاعك وغلقيها. بعد ما تزيريها وتغلقيها اعطي لها شكل هلال. ديري لها خلاق باش تجيك كيف كيف، وخليها تريح واحد 4 دقائق ولا 5 باش تاخد هذاك الشكل تاع الهلال. هنا انا كملت الكمية تاعي كامل. وجبت اللي عندك كاوكاو، خليه شوية خشين، ولا ما عندكش كاوكاو جيبي لوز ولا كاوكاو إيفيلي كيما راكم تشوفوا. ها هو كاوكاو إيفيلي ولا لوز إيفيلي ولا كاوكاو يكون مطحون شوية خشين. ديري حبة تاع بيض وضيفي لها شوية تاع لاليف تاع فانيلا باش تبدل لها الرائحة. جيبي بانسو وطلي الشراك تاعك، ومن بعد كي تطليه ديري واش عندك لوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي ولا لوز نورمال يكون شويه خشن، ولا كاوكاو يكون شويه خشن. ديري جيبي سنيوه تاعك، ديري لها ورق الطهي وشعلي الكوشه تاعك على 180، سخنيها مليح الكوشه تاعك. بعد ما تسخنيها ديري تكوني كملتي السنيوه تاعك عمرتيها، ديريها طيب ومن بعد خرجيها. هنا انا طيبتها، خذات طابت لي من الفوق ومن تحت، خذات اللون الذهبي. تحبي ديري لها سكر كلاصي، تحبي ما ديري الشراك تاعك تحبي ما ديريلوش، انتي واش تحبي. هذا الوصفة تاع الحلوى جات بزاف شابة، جات تذوب في الفم. احتفظوا بها العيد الصغير. هاني كملت معاكم الحلوى تاع نهار اليوم. ما تنسونيش بالجيم، ما تنسونيش بالكومونتير. إلى اللقاء في الملتقى إن شاء الله.